مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم من الفضاء الإريترية. نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء لهذا اليوم، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. السفيرة صوفيا السومالية تلقي كلمة إريتريا في اجتماع أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة. إدارة إقليم عنسبة تبحث سبل جمع قرى ضاحية معلب التابعة لمديرية عكا. إدارة إقليم شمال البحر الأحمر تنظم دورة إدارية للمدراء والمدراء التنفيذيين المنتخبون حديثا. مقتل نحو 50 شخصا في هجومين شهدتهما ولاية بلاتو في نيجيريا. الصين تتهم أمريكا بشأن هجمات إلكترونية على قطاعات حيوية. اليونان توافق على شراء 16 صاروخا مضادا للسفن من فرنسا. مرحبا بكم من العناوين إلى تفاصيل. ألقى سفيرة إريتريا في الأمم المتحدة السيدة صوفيا السوماليام كلمة في الاجتماع الثالث لمجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة الذي عقد في 4 من أبريل في العاصمة الروسية موسكو، موضحة رؤية وموقف إريتريا. وقالت أن الاجتماع الثالث لمجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة ينعقد في فترة انتقالية حرجة أثبتت فيها الأحادية القطبية خطأها وعدم استطاعتها في حل الأزمة العالمية القائمة. وفي ظل هذا النظام الجائر كانت ولا تزال دولنا ولا سيما دول الجنوب العالمي تعاني من وطأة المصالح السياسية والعسكرية والاقتصادية المهيمنة لقلة من الأقوياء. وذكرت أنه بالرغم من أن التطورات العالمية الأخيرة تبين أن النظام الدولي المختل ومؤسساته لم يعد فيها الروح، وينبغي لمجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة أن تصمم على اغتنام الزخم من أجل نظام دولي عادل وسلمي وتمثيلي. وأوضحت السفيرة صوفيا بأن إريتريا مثل بعض دول المجموعة تعرضت ولا تزال لتدابير قسرية أحادية الجانب وغير قانونية وغير مبررة تحرم الدول من حقها في التنمية، داعية رفض جميع أنواع هذه التدابير وإلقاؤها فورا ودون قيد أو شرط. دعا حاكم اقليم عنسبة السفير عبد الله موسى الى جمع القرى الواقعه في اداره ضاحيه معلي بمديريه عتك الليزان، وذلك بهدف تمكين المواطنين من الاستفاده من الخدمات الاجتماعيه. واوضح السفير عبد الله موسى في لقائه بسكان ضاحيه معلي دور تجميع القرى في استقرار حياه السكان وتطورها، وخاصه ان الاستفاده من الخدمات الاجتماعيه المتوفره يعد من الحقوق الاساسيه للمواطنين، مشيرا الى ان اداره الاقليم تضع برنامجا لجمع القرى باعتبار ان ذلك من اهم الاولويات. وأضاف أن الجهات المعنية تعمل باستمرار على سد نواقص التعليم والصحة، مشيدا بالمبادرات التي يقوم بها الأهالي لدعم وتوسيع الخدمات الصحية. وأشار إلى أنه يتم إنشاء نقاط تخزين وتوزيع المياه ضمن جهود توفير خدمات المياه الصالحة للشرب. وأكد مدير مديرية عتك الليزان بأن إدارة المديرية تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لجمع القرى. هذا وتقع ضاحية معلي 20 كيلومترا شرق عتك الليزان. نظمت إدارة إقليم شمال البحر الأحمر دورة إدارية للمدراء والمدراء التنفيذيين وجامع الضرائب المنتخبون حديثا ومسؤول الوحدات في مديريتي جندع وشعب في الفترة من 7 وحتى 12 من أبريل الجاري، شمل التدريب مفهوم الإدارة وإدارة الممتلكات والمستندات والتخطيط المالي وأسس التعامل المتبادل ومهارات فض النزاعات، بالإضافة إلى آداب العمل الإداري وتحليل المعلومات. وأوضح مسؤول وحدة تطوير القدرات البشرية بالإقليم السيد أمانيل جبر برهان أن التدريب يهدف إلى تقديم خدمات إدارية فعالة بتنمية القدرات ورفع الكفاءة للكوادر الإدارية. وأكد مدير مديرية الشعب السيد أبو بكر إبراهيم في كلمته الختامية أن التدريب سيسهم في إنجاز البرامج المنشودة واكتساب الخبرات إلى جانب تنمية المهارات الإدارية الشخصية لدى المدراء المنتخبون. هذا وقد أجرت مديرية الشعب انتخابات المدراء الإداريين والمدراء التنفيذيين وأعيان القرى مع بداية شهر مارس المنصرم هذا العام. أفاد بنك الدم الوطني تسجيل نموا بنسبة تزيد عن 5% عن الخطة الموضوعة لعام 2024. وأوضح مسؤول خدمات التبرع بالدم السيد محاري أبراهام لوكالة إرينا جمع أكثر من 16 ألف وحدة دم في الإقليم الأوسط والجنوبي وشمال البحر الأحمر وعنسبة خلال العام الماضي. وقال أن التبرع الطوعي بالدم هو حجر الأساس في عملهم، وتم بذل الجهود لتعزيز دور الشباب ومساهمتهم من خلال تنفيذ أنشطة توعية في كافة المؤسسات الحكومية والاتحادات والمدارس. وذكر بأن الدم المتبرع به على مستوى البلاد يتم توزيعه على 29 مستشفى بعد إجراء الفحوصات اللازمة عليه في بنك الدم الوطني. وأوضح أن المرأة تستطيع التبرع 3 مرات والرجل 4 مرات في السنة.
أسهم السدود طغرة ومسلام وبدهو وماي زبؤ في مديرية دباروة في تمهيد أرضية ملائمة للمزارعين بتنمية المياه الجوفية على طول وادي مرب. وذكر المزارع يوهانس جارزجيهير من المزارعين النموذجيين والذي بدأ عمله في عام 2018 بحرث وزراعة 8 هكتارات من الأراضي بجهوده الخاصة، ويقوم بتنمية الخضروات المختلفة بتركيب معدات الطاقة الشمسية. قال بأنه قد حسن من أوضاعه ووفر فرص العمل والمنتجات في المنطقة. وقد أسفرت مبادرة المزارع يوهانس في تحويل منطقته إلى بقعة خضراء من خلال زراعة أشجار الفاكهة إلى جانب الخضروات. وأوضح خبير تنمية الخضر والفاكهة السيد مدهاني عقباي بأن المزارع يوهانس هو أحد المزارعين النموذجيين في المديرية، وحث المزارعين الآخرين للسير على خطاه. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا. مرحبا بكم على صيد العالمي. قتل نحو 50 شخصا في هجومين بوسط نيجيريا التي تشهد اشتباكات قبلية متكررة حسب إفادات مسؤولين لوكالة الصحافة الفرنسية. وأكد دانجوما ديكسون أوتا السكرتير الوطني لجمعية أريغوي للتنمية أن أعمال العنف أسفرت عن مقتل 47 شخصا وإصابة العديد بجروح. وقد وقعت الهجمات في قريتي زيك وكيما كابا بعد 10 أيام من هجمات مماثلة أدت إلى مقتل أكثر من 40 شخصا في المنطقة نفسها بولاية بلاتو. وأدانت السلطات المحلية الهجمات دون أن تعلن على الفور عن عدد القتلى. وفي الأسبوع الماضي قالت وكالة الطوارئ الوطنية أن مسلحين قتلوا 52 شخصا على الأقل، وشردوا ما يقرب من 2000 آخرين خلال هجمات استمرت عدة أيام في بلاتو التي لديها تاريخ من العنف بين المزارعين ورعاة الماشية. وقال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو أنه أمر بإجراء تحقيق بشأن الهجوم الذي وقع على قرية زيك، مقدما تعازيه للضحايا وعائلاتهم. اتهمت الشرطة في مدينة هاربين بشمال شرق الصين وكالة الأمن القومي الأمريكية بشأن هجمات إلكترونية متطورة خلال دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في فبراير مستهدفة قطاعات حيوية. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن الشرطة أضافت 3 عملاء مزعومين لوكالة الأمن القومي إلى قائمة المطلوبين. كما اتهمت جامعتي كاليفورنيا وفرجينيا للتكنولوجيا بالتورط في الهجمات بعد إجراء تحقيقات. تأتي هذه الادعاءات المفصلة في وقت تشتد فيه حرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم، مما أدى بالفعل إلى إصدار تعذيرات سفر للسياح الصينيين المتجهين إلى الولايات المتحدة ووقف استيراد الأفلام الأمريكية إلى الصين. هذا وتنفي بكين أي تورط لها في عمليات تجسس إلكتروني خارجية. قال وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس أن اليونان وقعت اتفاقا لشراء 16 صاروخا مضادا للسفن من فرنسا. وقع الاتفاق ديندياس وسيباستيان لوكورنو وزير الجيوش الفرنسي الذي يزور أثينا، ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة. ووافقت اليونان على شراء 3 فرقاطات ونحو 24 طائرة مقاتلة رافال داسو بموجب الاتفاق الموقع مع فرنسا في عام 2021. وبالإضافة إلى ذلك تقول اليونان أنها ستشتري فرقاطة رابعة من طراز بيلحارة وصواريخ كروز من فرنسا في إطار خطة دفاعية بقيمة 25 مليار يورو بحلول عام 2036 لتحديث قواتها المسلحة في إطار سعيها لمواكبة جارتها ومنافستها التاريخية تركيا. في الخبر الأخير تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بتعزيز علاقات بلاده الاقتصادية مع فيتنام. جاء ذلك خلال زيارة إلى هانوي تستغرق يومين أجرى خلالها مباحثات مع نظيره الفيتنامي لونغ كونغ. كما أجرى شي محادثات مع رئيس الحزب الفيتنامي تو لام، وشهد توقيع 40 اتفاقية في مجالي التجارة والاقتصاد من بين مجالات أخرى. وأكد شي أن فيتنام تمثل أولوية في دبلوماسية الحوار الصينية، وحث فيتنام على متابعة التعاون الاقتصادي المربح للجانبين وتعزيز تقدم الاشتراكية في كلتا الدولتين. وهذه هي الزيارة الرابعة للرئيس شي إلى فيتنام منذ أن تولى رئاسة الصين في عام 2013. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. السفيرة صوفيا تساماريان تلقي كلمة إريتريا في اجتماع أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة. إدارة إقليم عزبة تبحث سبل جمع قرى ضاحية معلبي التابعة لمديرية عزبة الجيزة.
إدارة إقليم شمال البحر الأحمر تنظم دورة إدارية للمدراء والمدراء التنفيذيين المنتخبون حديثا. مقتل نحو 50 شخصا في هجومين شهدتهما ولاية بلاتو في نيجيريا. الصين تتهم أمريكا بشأن هجمات إلكترونية على قطاعات حيوية. واليونان توافق على شراء 16 صاروخا مضادا للسفن من فرنسا. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.